بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. ان شاء الله النهارده هتكلم عن الماب، وهتكلم في اخر الفيديو كده حتة صغيرة قوي عن الست. وكده ان شاء الله يبقى خلصنا كل انواع الداتا تايب. هيبقى فاضل كده السبيشال، ودول هيبقى ليهم دور كده نتكلم عنهم فيه يعني. طيب، هكلمك عن الماب دلوقتي. الماب والليست. هراجع الاول على الليست عشان هتربط بينها وبين الماب. الليست بنعمل لستة بالشكل ده، وبنفتح قوسين بالشكل ده، وقلنا ان دول اسمهم جينيريك، وبنكتب هنا الاسم وبنقول يساوي ونحط فيه الارقام براحتنا. قلنا ان هنا مثلا الليستة دي 1 2 3 4 5، وقلنا ان هي بتترتب عن طريق الاندكس، والاندكس ايه -1، فنقول مثلا ده ترتيبه كام؟ 0 بس اسمه 1. ده ترتيبه 1 بس اسمه 2. ده ترتيبه 2 بس اسمه 3. طيب، الفرق بينها وبين الماب ايه؟ ان الماب محتاجة حاجة كمان، محتاجة حاجة اسمها الكي. دول اسمهم الفاليو، بس هي محتاجة حاجة اسمها الكي. تعال اوريك هنا في الجدول ده. ادي الكي وادي الفاليو، ادي الكي وادي الفاليو، ادي الكي وادي الفاليو، ادي الكي وادي الفاليو. كل حاجة عاوزها عشان انده العنصر ده ما بقولش 14، بجيبه عن طريق الكي بتاعه. يعني ايه؟ انت لما بتكون في محاضرة، الدكتور ممكن ينده اسمك او ينده الاي دي بتاعك. فهمت الفكرة؟ فاسمك مرتبط بالاي دي بتاعك، زي مثلا اللي هو الرقم القومي بتاعك. لو عرفت الرقم القومي بتاعك انا عرفت كل حاجة عنك. فهمت الفكرة؟ فده شايل كل حاجة عنك. هي دي الماب باختصار يعني. طيب، بتتكتب ازاي؟ هنا بحط الكي، النوع بتاعه ايه، الداتا تايب بتاع الكي ايه، وهنا بحط الداتا تايب بتاع الفاليو. طب تعالى قدامك اهي، ده ماب، بنعمل القوس ده بس دي ماب قدامك. تعالى كده نشوف ده ايه. ده حرف ال A، يبقى ده الداتا تايب بتاعه ايه؟ string. وده رقم 14، فده الداتا تايب بتاعه ايه؟ integer. فهمت الفكرة؟ بس تعالى بقى نروح الكود ونتكلم هناك ايه اكتر. في الكود بتاعنا زي ما اتفقنا قبل كده كنا عاملين الليست، وقلنا ده برضو من نوع الكومبوزيت الليستة، وبعدين بنحط الداتا تايب وبنكتب اللي احنا ايه عايزينه. تعال نجرب في الماب. اول حرف كابيتال وتعمل ايه، سوري، اول حرف كابيتال وتعمل ماب. بعد ما تعمل الماب بتفتح القوسين دول، وممكن ما تفتحهمش لو انت عاوز، لكن زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت ان انت بتفتحهم عشان انت عرفت اللي هيتحط ايه. لو انت مش عارف بتعملهم نوع ديناميك، وهنتكلم عن الديناميك المرة اللي جاية والحاجات دي، هقول لك الموضوع عامل ايه. لكن خليك معايا لحد الاخر وافتح كل مرة ايه القوسين. فاحنا قلنا هناك في الوايت بورد كنا بنتكلم عن ايه؟ string وانتجر. يبقى string والنوع ده الكي اللي هو السترنج، والفاليو انتجر. ونقفل الايه؟ نقفل القوس. ندي اسم للماب بتاعتنا، مثلا احنا كنا مسمينها ايديز، اللي هو ايه الايديهات بتاعت الايه الجامعه، ونديها يساوي ونفتح القوس ده. القوس ده عشان تفتحه بتدوس شيفت حرف الجيم. خلاص فتح معاك اهو. هتعمل ايه بقى جوه؟ قلنا نحط كده اهو، وبعدين نعمل الاول الكي، وبعدين نحط الفاليو بتاعته. خلاص. طيب، بعدين ننزل تحت شويه نقفل الحته دي، وهكذا نكرر ايه، وهكذا وهكذا لحد ما ايه ما نقفل. اقدر هنا ازود زي ما انا عاوز. فاهم الفكره؟ طيب، كده انت عملت ايه؟ كده انت قدرت تعمل ماب، والماب دي ليها الكي بتاعها من نوع string، وليها الفاليو بتاعتها من نوع انتجر واسمها ايديز. لما احب اطبعها اقول برنت ايه الايديز بتاعتها. خلاص. طيب، لما انا احب اطبع الفاليو دي اعمل ايه؟ اروح انده الكي ده. احب اطبع الفاليو دي اروح انده الكي ده. احب اطبع ده انده ده. فهمت الفكره؟ طب تعمل ده ازاي؟ تقول برنت، وبعدين تروح تفتح كده اهو وتعمل بالظبط ايه، تكتب هنا اهو الاسم بتاع الماب، وبعدين بتفتح القوسين بتوعك وتحط قدامهم الايه الكي. خد بالك انا هنا ليه عامل دبل كوتيشن؟ عشان الكي ده من نوع سترينج، لكن انا ممكن اغير هنا مثلا واعمل انتجر، فبالتالي مش هحتاج ان انا احط الكي بين علامتين ايه تنصيص او دبل كوتيشن. وما ينفعش يكون حرف الايه، لازم يكون رقم. فاهم قصدي؟ يعني كده اهو. فاهم الفكره؟
العب زي ما انت عايز. تعال نغيرها نخليها سترينج زي ما كانت، واكننا مثلا هنعمل الماب بتاعت الجامعة بتاعتك اللي هي ايه، الاي دي بتاعك لما يحب الدكتور يندى عليك، عشان اربط لك بس الموضوع مع ايه، مع تفكيرك، تبقى الدنيا بالنسبة لك واضحة. فاهم الفكرة كده؟ يبقى احمد مصطفى اهو الاي دي بتاعه 15. احمد مصطفى تاني بس المرة دي حرف الاو. بص كده لو عطيناه حرف اليو هيقول لك لا الرقم ده متكرر ما ينفعش. خلاص يبقى خليها حرف الاو. انزل تحت شيل لي ده، خليها لي هنا مثلا ايه احمد محمد 16. يبقى كده ده احمد محمد ده الكي والاي دي بتاعه ايه، او ممكن العكس اللي انت عايز اعمله اعمله يعني. خلاص كده واضحه معاك لحد هنا انا خلصت الماب. تعال اقول لك الست هي الليسته بالظبط، لكن الفرق بينها ان انت ما ينفعش تكرر فيها اي عنصر. تعال بص كده على الليسته انت بتكرر فيها العنصر. يعني ممكن احط هنا 3 تاني، بص اهو، بص مش هديني ايرور، بص اهي 3 تاني، بص اهي 4 مش هديك اي مشكله. لكن الست قصدي الست يا باشا بتتكتب برضو زيهم بالظبط ما فيهاش اي فكره، بتحط تديها داتا تايب وتقول الكلام ده. لكن لو كررت اي عنصر خد بالك ان هي القوس بتاعها شبه القوس بتاع الماب، بس هي فكرتها كلها ان انت ما ينفعش تكرر فيها اي عنصر، غير كده هي ملهاش اي لازمه كشغل. انما بص تعالى مثلا نجرب نخليها 10، بص هيقول لك لا ما ينفعش، الاليمنت في اليمنت ايه متكرر. فهمت الفكره؟ تعالى نراجع بسرعه عشان احنا كده خلصنا. اراجع معاك بسرعه، ايه رايك اراجع كله معاك بسرعه معلش. تعال الجمله عشان تكتبها محتاج 3 حاجات: داتا تايب، داتا ادرس، داتا فاليو. قلنا المتغير اللي هو الصندوق كله على بعضه اللي هو بيتكون من ايه، داتا تايب، داتا ادرس، داتا فاليو. قلنا ان احنا عندنا نوعين من انواع الداتا تايب، واحد بريمتيف وواحد كومبوزيت. البريمتيف شايل النمبر وشايل السترنج وشايل البوليان، جوه النمبر شايلين الانت وشايلين الدبل. السترنج عباره عن ايه، عباره عن مجموعه كلمات او مجموعه حروف. قلنا ان البوليان يا ترو يا فولس. قلنا عشان تكتب متغير بشكل صح لازم لو المتغير ده متكون من كلمتين يبقى الكلمة الأولى أول حرف فيها سمول والكلمة التانية أول حرف فيها كابيتال. تعال نكمل بسرعة. تعال نخش على النوع التاني اللي هو الكومبوزيت. النوع الكومبوزيت فيه 3 أنواع جواه الليست وجواه الماب وجواه الست. الليستة قلنا بنكتب الليستة من قدام وبنفتح قوسين اسمهم جينيريك أو العام، وبندخل جواهم النوع الداتا تايب من انواع البريمتيف اللي احنا عرفنا ان هو اللي هتتكون منه الليستة. وكذلك ايه ادي الليستة مرة انتجر ومرة سترينج. الماب جرب مرة سترينج ومرة انتجر. قلنا ان الماب فكرته ان انت معاك كي والكي ده هو اللي بينده على الفاليو اللي معاه. وقلنا ان الست النوع الثالث معانا فكرته هي بالظبط شبه الليستة، لكن الفرق بينها وبين الليستة ان انت ما ينفعش تكرر فيها اي عنصر بتاتا او نهائي. كده انا رجعت لك تقريبا على 7-8 فيديوهات في دقيقتين. الدارت سهلة وحلوة والشغل اللي جاي احلى ان شاء الله. اهم حاجة ان انت تطبق وتجرب. وعندي ليك اسايمنت كده، جرب لو انا شلت انت جرب، او شلت السترنج من الماب او الست او الليسته وحطيت مكانهم داتا تايب بس من نوع بوليان يا ترو يا فولس، هينفع ولا لا؟ حاول تعملها ورد عليا. يلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.